الحياة متوقفة تمامًا في نادي الزمالك. يمكن أنا أول مرّة أقول لحضراتكم هذا الخبر وهذه الأنباء بعد ما يعني تقصينا الحقائق تمامًا من جميع الأطراف. الأمور في هذه اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها مع حضراتكم شديدة السواد زي اللي أنا لابسه ده كده بالضبط في نادي الزمالك. الزمالك يكاد يكون متوقف. عارف حضراتكم لما تقطعوا النور عن حاجه، تقطع النور عن تبقى قاعد في بيتك كده النور يقطع فكل حاجه تضلم، كل حاجه تقف، مفيش في حاجه شغاله. هو ده الوضع في الزمالك دلوقتي. الزمالك عنده مش مشكله، الزمالك عنده كارثه ماديه مخليه النادي متوقف تماما. قيس ده بقى ان حتى الصفقه جه اللي هو بارون اوتشينج اللي الزمالك كان جابه. الزمالك بالرغم من كل اجراءات قيده سليمه مليون في المية، فما طلعلوش الكارنيه بتاع قيده في الاتحاد المصري لكره القدم اللي يقدر يلعب بيه. الزمالك حتى هذه اللحظه المفروض كان يدفع قسط لاخوان الفينا، اللعيب اللي هو ممكن يكون الصفقه الاهم اللي الزمالك جابها في الانتقالات الصيفيه. في قسط يقارب 300,000 دولار الزمالك مش عارف يدفعه. النادي الاوكراني الكسندريا الاوكراني بيلاحق الزمالك وادارته عشان يدفعوا الفلوس. حتى هذه اللحظه لعيبه الزمالك بيطالبوا بسداد مستحقاتهم، معهمش فلوس، ما بياخدوش فلوسهم خلال الفترة اللي فاتت. كل هذه الأنباء كان آه، مقفول عليها تماما. لعل وعسى ان الامور هتتحسن. حصل كل الاحداث اللي حضراتكم شايفينها خلال الفترات اللي فاتت. الدنيا توقفت في نادي الزمالك. موضوع الارض سبب مشكله كارثيه داخل نادي الزمالك. فالوضع حاليا في الزمالك ان الامور حالكه السواد ومتوقفه تماما داخل نادي الزمالك فيما يخص كل الامور الماديه، وبالتبعيه الامور الماديه هي المتحكمه في سير كل الجوانب الاخرى، سواء خاصه بكوره او الجوانب الاجتماعيه داخل النادي. واسقط في يد مجلس الاداره. حتى هذه اللحظه الدنيا سيئه جدا جدا جدا، والقادم ربما يكون اسوء.